بتصدقوا إنه الكبسة الحمرا طلعت إشي فوق الخيال؟ طب عمركم سمعتوا فيها أو حتى جربتوها؟ هاي هي الكبسة اللي لو جربتوها مرة عمركم ما راح تبطلوا تعملوها أبدا. اسمعوا عن جد بيت شهي، لازم تجربوها. فكالعادة أحبائي يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وانتو. بتمنى فضلا ليس أمرا نضغط لايك لهذا الفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. كتير هذا اللايك بفيدني وبيدعمني، فبتمنى ما تبخلوا علي باللايك. ايضا تاخذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم اي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة وتراجعوا فيه معلوماتكم، بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. لو كنتي اول مرة بتشوفيني يا قمر وبتشوفي فيها صفحتي، بتمنى تعملي متابعة. هذا لو عجبك المحتوى ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون 3 حبات من البصل، قطعتهم لأرباع. تمام، مستخدمة أنا بصل أحمر. عندي مقابلهم 4 حبات من الفلفل الحمراء حصري، كمان بنظفها وبغسلها وبقطعها وبحطها بصينية أو بالبايركس. عندي هون راس كامل من الثوم بسلفيرو كيف ما شفتوا، وبدخل هالمكونات كلها على الفرن على الرف الثاني من تحت لتستوي معي تماما. بتاخد شي 10 دقايق، بعد هيك بضوي عليها الشواي من فوق لتاخد نكهة بتشهي القلب. بواسطة الشاف أو الفود بروسيسور أو أي شي بيخلط عندك، حتى لو كان هاند بلندر، راح احط كل المكونات لينخلطوا معي تماما. كل شي عملته اني قشرت الثوم وضفته فوق المكونات، وبضيف معلقه كبيره مليانه من البابريكا الحلوه، وبضيف معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، وبضيف معلقه كبيره مليانه من الملح، ورح اضيف عصير حبه من الليمون. بخلطهم كتير منيح لينهرسوا معي تماما، وتتاكدي انه ما فيهم اي قطع. ما رح ياخدوا معك وقت، هي دقيقه واحده لانهم طرايا، فبينهرسوا معاكي بكل سهولة. بس اوعي تستغني عن خطوة الشواء، النكهة كلها والوصفة كلها معتمدة على الفلفل الحمراء، وانك تشوي البصل والفلفل الحمراء. رفعت طنجرتي على النار، ضفت 4 معالق كبار من الزيت النباتي، وعندي هون حبتين متوسطة الحجم من البصل انا مقطعتهم لناعم جدا جدا جدا. حبدأ اكرمل بالبصل على حرارة اعلى من المتوسط بشوي لياخد معي لون اشقر جميل، وما توصليه لمرحلة انه ينحرق معك ويكون طعمه مو لطيف، لا بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. مباشرة رح أنزل بكمية الفلفلة والبصل والثوم اللي خلطناهم مع بعض. حبدأ أشوح فيهم مع معلقة كبيرة من صلصة البندورة. تمام، هون حرارة الغاز خلص بهديها، وببدأ أشوح فيها، وهون رح تشمي ريحة ولا أطيب ولا أروع ولا أحلى من هيك. ولو وصلتي معي لهون وحبيتي إنك تجربي الوصفة، اكتبي لي تم ورح أجربها يا ملك. أنا هون ضفت شي 3 حبات من البندورة، أنا مقشرتهم وقطعتهم لناعم. بالوصفة الأصلية ما بينضاف بندورة، ولكن هاي إضافة من عندي، لقيت إنها بتعطيها نكهة كتير أطيب. فيك تستغني عن البندورة وفيك تخليها، بالجهتين كتير طيبة، ولكن للأمانة بالبندورة كتير أطيب. بعد ما قلبت البندورة مع الفلفل والبصل كيف ما شفتوا، حنزل كمية الدجاج كلها. انتوا على هوا عائلتكم الله يبارك. بغطيها وبضلني رايحة جاي أشوح بهالدجاج وعلى حرارة منخفضة. بدي الدجاج ياخد من كليات نكهة الفليفلة أو كيف ما بقولوا لها خلطة البريبري. غطيتها تمام وبضلني رايحة جاي شوح فيها، رايحة جاي شوح فيها. بعد هيك بغمرها بالمي السخنة اللي بتغلي. ممنوع منعا باتا متى ما دخل معي الدجاج بمرحلة السوى أو حتى اللحمة نضيف مي باردة، لحتى اللحمة أو الدجاج ما يشد معك، بنضيف فقط مي سخنة. هون تركت الدجاج ليستوي معي كامل السوى. رح أضيف مكعب مرقة الدجاج الصحي، وهذا فيكم تحصلوه بأي مول أو أي سوبر ماركت. ورح أضبط الملح. تمام، أنا كتير بحب ضيف مكعب مرقة الدجاج، بيعطيني نكهة ولا أحلى ولا أطيب ولا أروع من هيك. بغطيها وبترك بس الدجاج ليتشرب من الملح. بعد هيك بنشله، وهون انتم حرين. انا هلا رح اقول لكم خلطتي بالشواء، ولكن لو حبيتوا تشووه مباشره اشووه. بتدهني وجهه بشويه زيت لحتى ما ينشف معك، بتشوه فقط على الشواي من فوق بصير تمام. انتوا هيك كيف بتحبوا. احبها كيف ما شفتوا طريقتها سهله وبسيطه ومش معتازه مقادير، انتوا على هوا عائلتكم الله يبارك. فانا رح اضيف 4 كاسات من الرز البسمتي، مقابلهم كاسه من الرز المصري. تمام، انا رقعتهم لمده ربع ساعه بمي دافيه. انا بحب اعمل ميكس بيعطيني رز نثري، ولا احلى ولا اطيب ولا اروع من هيك. اما بالنسبه لخلطه الدجاج، انا كل شيء عملته عصرت ليمون على الدجاج. بعد هيك بطبق صغير ضفت معلقتين كبار من الزيت النباتي، وبحط عليهم معلقه صغيره من بهار السازون او بهارات الدجاج. تمام، بدهنه كتير منيح. بعد هيك بدخله على الفرن شواي فقط من فوق. شوفوا هون الرز استوى عندي، وشو بدي احكي لكم عن الريحه، يا ريت بس بقدر اوصل لكم الريحه قديش بتشهي القلب.
ولا الرز قديش طالع نثري وبجنن. دايما الرز البسمتي اكسريه بكاسة واحدة من الرز المصري بيطلع معاكي بجنن وبشهي القلب. وزعت الدجاج كيف ما شفتوا، وزعت عليه المكسرات، وانتوا بكيفكم بتحبوا تحطوا مكسرات حطوا، بتحبوا تستغنوا عنها ولا احلى ولا اطيب. كسرنا اللون بس شوي بالبقدونس، وحطيت بس على الدجاج شوي من الهوت صوص. يا عيني يا عيني شو بشهي القلب. فيكي اكيد تعملي معاها الدقوس البارد، والدقوس البارد انا عملته معاكم قبل هالمره بفيديو الكبسه، فيكم تشوفوه. او ممكن تعملي جنبها سلطه، ممكن تعملي خيار بلبن، ولا احلى ولا اطيب ولا اروع من هيك. اهم شيء عندي انا انه تطلعي ببياض الوجه سواء قدام عيلتك او ضيوفك. احبائي الف صحه وعافيه مقدما، دمتم بالف خير، بشوفكم على خير وباي باي.